بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد من فيديوهات طبخ وحلويات وحكايات البتنية. جيتكم اليوم إن شاء الله بقصص جديدة، مواضيع مختلفة، فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم، وإن شاء الله تستفادوا من هذه القصص كامل وتديوا منهم العبرة. قبل ما نبداو في القصه الاولى، اللي مازال ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس، وما تنساونيش بالجام هكذا باش تعاونوني انها تطلع القناه باذن الله، ويزيدوا يشوفوها عدد كبير من المشاهدين على اليوتيوب باذن الله. فرجه ممتعه للجميع. سلام اختي مريم، ان شاء الله تكوني بخير. نتمنى انك تحطي لي قصتي وتنصحيني. انا متزوجه وعندي 13 سنه زواج، عشت مع دارهم 11 سنة، حملت الضيق، الظلم، الخصوصية ما كانش، حتى الماكلة وما ناكلش مع زوجي، مالغري يجي غير بالويكاند برك بحكم خدمته، وخلي هذا كله أنا صابرة معاه. هو كان تبلو عادي حتى ربي فرج عليا وبنيت سكنتي. بعد ذهبي على جل السكنة صبرت على اللبسة، رغم أني كنت صغيرة نحب نلبس. قلت معليش يجي نهار وتفرج، وما نخرج ما نحوس ما يديني نشري اللبسة، وهو اللي يشري لي كلش. المهم كملت سكنتي وسكنت والحمد لله. مشكلتي درك زوجي ما فهمتوش نرجسي ولا عقليته هكا. يا اختي امور الماديه ما يشاركني فيها والو، حتى شهريته ويخليها في لابوست، وكي نقول له علاه يقول لي هذا الشيء ما يخصكش، ولو كان يصيب هو اللي يتحكم في كلش، حتى لبستي ولبست ولادي هو اللي يشريها. درك وقفت له بالسيف، انا نروح وانا نشري، وكي نحتم عليه يديني، ويزيد يشهيني وش نزيد نشري. تحوس نبقى نزن فوق راسو حتى اللي يديني، وإلا سكت ما يحوسش عليا. حزار وما يخلينيش نخرج وحدي. عنده تقريبا عام تبدل كومبليتمون، كان حنين ولا غير جبد روحو عليا. وصلني حتى اللي شكيت فيه، مي هو ما عندوش حتى التليفون تاعو طول، راهو عندي، ولا راهو عنده ولادو ما يخبيهش، ولا نهار كامل هو ينتقدني. كل حاجه يقول لي انتي السبه، حتى يغلطوا ولادي يقول لي انتي. ابسط حاجه عنده هي المصران، قال له الطبيب من القلقه، قال لي انتي السبه، رغم اني مريحاته لاقصى حد، قايمه بيه وبداري وبولادي وما بروحي كيما يحب الخاطر. الناس يحسدوا فيه عليا وهو ما يعجبوش العجب. باهيه وعندي لاطاق، قاريه مثقفه متربيه عاقله، عايلته يموتوا عليا. خوه قال لمو جيبي لي عروسه كيما انا، راهي ملي جات ما شفنا منها غير الخير. اما راجلي جامي ولا شكرني ولا حتى فهمني، بالعكس ما يعجبوش الحال كي يشكرني واحد، يقول لي فيك وحسبه روحك ملاك. يا اختي انا غير جابده روحي عليه، تعبت من كلامه المسمم معايا. نقول لك يسبني جامي ولا سبني ولا ضربني، وقف معايا في ظروف صعيبه ياسر. تسحرت، درت عمليه جراحيه، طحت وما قدرتش نمشي شهرين. كان واقف معايا وقفت الرجال، حتى اللي وقفت ورجعت نمشي. الديفو تاعو داير خصوصيه لامورنا الماديه، ما يحب نعرف والو، يحب يتحكم فينا وفي كلش. كيما قلت لك في الاول، قولي لي واش ندير وبواش تنصحيني. راني تعبت نفسيا، ساعات نقول راني مع نرجسي وساعات نقول لا. ما فهمتش، نتمنى تجاوبيني في اسرع وقت. هذه حبيبتي كانت القصه الاولى اللي جاتني عبر التعليقات، راهي مازلت لحد ذوك في التعليقات اللي تحب تروح تشوفها في القصه الاخيره اللي حطيتها الامس. وش راح نقول لك حبيبتي، نتمنى انك تسمعيني مليح وتسمعيني وتحلي وذنك كما يقولوا. اولا زوجك ماهوش نرجسي، زوجك راهو داير مسؤوليته، زوجك راهو واقف على العائله تاعو، وراهو يدير في واجبه على اكمل وجه. درك راجلك الا كان ما قالكش شحال يسلك ولا ما جابلكش الدراهم للدار، انتي واش همك؟ خير المهم تاكلي تشربي تلبسي تخرجي، معاملك مليح، جامي يسبك جامي يضربك جامي دار لك حاجه مش مليحه، وقف معاك وقفت رجال، وهذو كامل راهم انتي اللي قلتيهم بفمك. علاش حبيبتي راكي تخربي على هناك؟ علاش راكي تحوسي ديري مشكل بلا مشكل؟ اسمحي لي وسمعيني مليح واش نقول. لو كان جا نرجسي، انت راكي خايفه ليه يكون نرجسي، وانا ما نتمناها لكش، لانه الانسان النرجسي ما تقدريش تعيشي معاه،
الانسان النرجسي يعيشك صح جحيم، وتولي تتقلقي صح من المعيشه اللي راكي فيها. اما انت يا حبيبتي راكي في الهنا، حمدي ربي. الا مثلا عطاك رايه وقال لك نشريو هذه عجبتني وانت ما عجبكش الامر، كي راهو هو يقول لك نخرج معاك ونشريو الامور لدارنا ولا لولادنا، النساء راهم ما يخرجوش، ما يشريو لهمش، حارمينهم من كلش، وهكاك ساكتين وصابرين. الا كان على التحواس تقعدي تزني فوق راسو باش يخرجك، سينو ما يخرجكش. النساء راهم يزنوا عليهم ويضربوهم وما يخرجوهمش. نحكي على روحي انا، ولو اني ما نحبش دائما نحكي على نفسي، لاني يعني شخصيه باينه درك، يعني معروفه، ماشي كيما درك مثلا هذو القصص اللي راهم يجيوني تاع ناس ما كومش تعرفوهم. اما انا راني معروفه بلي انا هي مريم البتنيه، يعني كي نحكي حاجه على روحي لازم ندير لها 1000 حساب في حساب. بصح لا باس، هذه راح نقولها انا عن نفسي. راجلي لو كان ما نقولوش انا هيا نخرجوا ولا ولادنا قلقوا بغيت نخرج وما نقعدش نعاود له فيها 3 مرات 4 مرات، وهذاك النهار اللي مثلا رايحين نبروغراميو فيه نخرجوا، راني لازم نوض بكري وندير له حاجه يحبها بزاف يفطر عليها، وراني لازم ندير له غدا الله الله مطبع واجد وموجود ومحطوط من كلش، وش من كلا مزين وش من كلا مرزين، ونسكت في ولادو وما نخلي له حتى حاجه تقلقه، سينو ما يخرجنيش. يدير اي سبه صغيره وما يخرجنيش. اما الرجال كل هكا، الا كنتي تستناي فيه غير ما تقولي له هيا نخرجوا يقول لك السمع والطاعه، اكي غلطه حبيبتي، كي ما تلقايهاش. معليش، لا كان زنيتي فوق راسو، ولا كان حاولتيه، ولا كان جيتيه بكلام زين وبالعقل وبالسياسه واللسان الحلو يرضع من اللبه، هذا كامل اكيد مش راح يقول لك لا لا، لانه من راجل ثاني يحب هذه الامور في زوجته، يحب يقول لا لا باش هي تحاولوا، على الاقل يحس بالرجوله تاعو، يحس باللي عفوا المراه هذه راهي بغات وراهي تحلل فيا، وراني انا هو سيد البيت وانا هو اللي كلامي مسموع. يحبوا الرجال يفرضوا شخصيتهم، يحبوا الرجال يفرضوا ارائهم، يحبوا الرجال يبينوا رجولتهم في بيتهم، وهذا راهو حقه. اني نشوف فيك بلي ما عندك حتى مشكل حبيبتي، وراكي غير تقلقي في روحك من كثره الهنا. اسمحي لي نقولها لك وما تزعفيش مني، حطي رجلك في الصح وهدايا غاليتي، واعرفي بلي راكي مع زوج محترم، وراكي مع زوج يتمناوه الاف النساء، لانه لا كان راكي من المتتبعات راكي تشوفي واش راكي تسمعي كامل راهو صحيح، راهو كامل النساء عايشينه. يعني يا مرضي لو كان الا كان راكي عايشه مع واحد هو اللي يقضي، هو اللي يصرف، هو اللي مو مخليك محتاجه والو، هو اللي راهو يجيب لك، هو اللي راهو متهلي فيك، ما يسبك ما يضربك، كي تجي تشوفي هكا. والله من ناحيه اخرى تشوفي المراه مسكينه اللي راجلها يخرج يروح مع النساء دراهمو ما يبانوش، ومن بعد على الاخر يزيد يسبها ويضربها وما يتهلش فيها، خلاص وينه اللي خير، انتي ولا الاخرى؟ اكيد انتي. وبزاف حوايج راهم صاريين، حمدي ربي حبيبتي ما عندك حتى مشكل، وراكي عايشه لا بيلفي الحمد لله، راكي في السليم كيما نقولوا. حاولي انك تتغاضي على هذه الامور، ولا انك تفتحي معاه نقاش، بصح في حدود النقاش المحترم، ما تخليش هذاك النقاش يولي نقاش حاد، ما تحاوليش انك تخرجي منه هذاك الغضب وهذيك الشحنه اللي راهي لداخل بالكلام تاعك وبالفاظك. خليك دائما الزوجه المطيعه، الزوجه الرحيمه، الزوجه الطائعه لزوجها، وباذن الله رب العالمين راح يوقف معاك ورايح ثاني يزيد يسهل لك في امورك احسن واحسن. وما تدريش بالك هذا الزوج راح يتبدل، وراح يولي يخليك تخرجي، راح يولي يخليك تروحي انتي للسوق تقضي، راح يولي. ولو اني انا ما نحبش هذا النوع المطلوق بزاف من الرجال، نقولها ونعاودها، ما نحبش هذا النوع المطلوق تاع الرجال، لانه الراجل اللي يخلي مرته دائما يقولها غير هي ما يقولهاش لا، هذا يا اما راهو عنده حبيبه برا، يا اما زوجته ماهيش قنعاته، يا اما ما يحبش زوجته ويفضل انه ما يسمعش اصلا صوتها وما يحبهاش حتى تقول له على عليك وخلي برك ندير اللي تقولها له، يقول لها هي روحي برك، المهم هنيني والمهم اخطيني. انا ما نتمناهاش لنفسي وما نتمناها لحتى وحده من احبائي. ان شاء الله حبيبتي كان كلامي واضح وصريح، وعلى بالي بلي في التعليقات رايحين كش ما يقولون، مالا من فضلكم اللي عندها كلام سيء في التعليقات تخليه ليها، لاني رايحه نحضر جميع واحد راح يتسبب لها في الاذيه، حتى ولو حتى بالكلام فقط. اذا كان عندكم كلمه طيبه قولوها، اذا كان ما عندكمش كلمه طيبه كل واحد يخلي كلامه في فمه وكثر خيره.
هكا باش نكون واضحه وصريحه معكم، لانه هذو الناس اللي راكم تتعاملوا معاهم راهم بشر، او عنده قلب يحس، او عنده مشاعر خلقها له رب العالمين. ما كومش تتعاملوا مع حجره، ما كومش تتعاملوا مع حاجه مجرد قصه تاع كرونيك وفايته، لا، هذو راهم قصص واقعيه، وهذو راهم ناس وبشر راهم يقراو في تعليقاتكم. احسنوا التعليقات يحسن لكم الله سبحانه وتعالى. راح ندخل ان شاء الله للقصه الثانيه. السلام مريومه، انا من متتبعاتك الوفيات، ليا تقريبا عام ونص وانا مع فيديوهاتك ومع نصايحك اللي فادتني بزاف، والله غير نحبك وعزيزه عليا. جيت قصداتك في نصيحه، راني مشوشه وحيره. كنت مخطوبه لولد خالتي، عشقته وعشقني، ومن بعد صراو مشاكل وتسيبارينا، كل واحد راح في حاله. درك تخطبت بولد عمي، كان بكي يتقابض مع ولد خالتي على جالي، وانا درك مرانيش حملاته، قلبي مقبوض من جهته. هو صح يحبني، بصح يجيني موسوس، ويجيني وسواس باللي مديني غير زكاره برك. خايفه لا ينتقم مني على معاملتي تجاهه، يكلمني وما نريبونديش عليه. بكري يجينا نعود نعيط، هذا لهجانا، هذا واش راهو يحوس. يعيشك ريبوندي ليا، انا مستحيل ننسى حبي الاول، وهذا راه ولد عمي، ما قدرتش ندخلو لقلبي ولا حتى نوالف بيه. راهي عليا مريومه، اسكو نبطل الخطبه ولا نكمل معاه؟ هذه القصه الثانيه حبيبتي، والله الانشغال الثاني اللي جاني. واش راح نقول لك حبيبتي، الا كان شتي روحك ما راكيش مرتاحه معاه، ما تقدريش تديه، واحد ما يسيف عليك الزواج، لانه الزواج راه مش بالغصب، الزواج راه اختيار، وانتي تختاري هذا الشريك، عجبك تقدري تكملي، ما عجبكش ما تقدريش تكملي. اما الا كان ما راكيش مرتاحه له وراكي خايفه لا يعود ينتقم منك، من درك نقول لك حبسي، والله مديله فرصه، شهر شهرين، اهضري معاه، شوفي ترجسي النبض تاعو واش راه باغي منك، سورتو في لحظات الغضب تاعو. هنا رايحه تعرفين بزاف حوايج، رايحين ينكشفوا لك امور بزاف، قادر يكون صح يحبك وصح ناويك الحلال، كيما قادر ثاني انه مجرد عثره بينك وبين ولد خالتك، وتعاود تولي الامور لمجاريها. ثبتي روحك مليح حبيبتي، وعرفي وين تحطي رجلك في الصح، هكذا باش ما تندميش نهار اخر. انا ضد هذا العشق الممنوع كما يقولوا له، وضد الحب في الحرام، من سيبورتيش. بصح دركا كي تهضري هذا الكلام يقول لك انت راجعيه وانت متخلفه وانت دعشوشيه وانت 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 وانت، وهذا هو الجنان اللي كاين، وهذا هو الشيء اللي صار، وهذا هو المهم. كيما قلت لك راجعي نفسك عزيزتي قبل ما تتخذي قرار، لانه هذا راه قرار مصيري ولا رجعه فيه. هذه العواقب تاع هذه القرارات المصيريه اللي عشوائيه ما راهيش مدروسه جيدا، هذه راهي دائما يكون العواقب تاعها وخيمه وواعره، وما تقدريش ترجعي بها للوراء، لانه هذا راهو زواج، هذا راهو بناء اسره، هذا راهو حوايج في مستقبلك وفي حياتك الا كان راهم ما يتعوضوش، ومن بينهم الزواج والطلاق. ان شاء الله حبيبتي تحطي رجلك في الصح مادام راكي في البر، مازلتي ما كيما يقولوا مازال لك على البر وما ركبتيش السفينه. راجعي قرارك مليح، هضري معاه، عطيله فرصه كيما قلت لك تاع شهر شهرين، شوفي ترى هذا الخطيب هذا الا كانوا صح ناويك الحلال ويحبك وناوي معاك الحاجه المليحه، ولما لا، الحلال خير من الحرام. اما الا كان شفتي باللي هذا السيباراسيون تاعك بينك وبين ولد خالتك راهي غير تاع تسرع وعشوائيه، وباللي هذا راه صح ولد خالتك ناويك الحلال ما راهوش يلعب بيك، هذا يا حبيبتي عاودي شوفي كيفاه ترقعي العلاقه بيناتكم، بصح لازم تختم بالزواج. مثلا نقولوا لك انا هضرتي معاه ورجعتي له قال اروح اخطبني، راني بنت خالتك ما رانيش وحده غريبه. اما الا كان شتيه بلي ملاعبي ماهوش رايح يزوجك وماهوش قاعد غير يلعب بيك، ملا الحلال افضل واسبق. شوفي اللي راه ناويك الحلال، وثاني ثبتي روحك مليح، ديجا كي خلعتيني كي قلتي لي خفت لا يعود راح يديني ينتقم مني ولا حاجه كيما هكا، عاد ما يكونش مليحه معاه، يعني شويه الحاله تاعك صعيبه. وإلا كان يعني قلبك هكا هرب منهم في زوج، خليك منهم في زوج، وربي ان شاء الله يقدم لك اللي فيه الخير واللي فيه الصلاح في دينك وفي دنياك ان شاء الله يا رب العالمين. راح نروح ان شاء الله للقصه الثالثه. هذه القصه شتو كي نقول لكم قلبت لي مخي مع صباح ربي،
راح تشوفوا على واه ورايحين تعرفوا له، ورايحه نحاول اني نعلق عليها بزاف. الكلام ما راحش يكون موجه غير لهذه السيده، راح يكون موجه لبزاف نساء، فئه معينه من هاد النساء. خليكم معايا غالياتي باش تكتشفوا الحيثيات تاع هذه القصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير اختي مريم، وش حوالك؟ ان شاء الله تكوني بخير. اختي مريم والله اقسم بالله العظيم ما عرفت من وين نبدا لك قصتي، لا مع اهل زوجي ولا معاه هو. هذا وين خرج قال لي اذا تحبي تروحي لداركم روحي، بصح على جال تمن، على جال وحده مطلقه بطفل. لو كان مطلقه وبنت فاميليا نقول معليش، بصح هي يا اختي بنت شوارع. والله يا اختي مريم قصتي قد ما نحكيها لك ما تخلصش. انا اصلي من الشرق وساكنه في ولايه من احد الولايات. عمري 41 سنه وام ل3 ولاد، الكبير في عمره 14 سنه والثاني 12 والثالث 8. ربي يحفظهم. عندي يومين من اللي عرفت باللي راني اونسانت بالرابع. ادعي لي يا اختي تكون طفله. انا ماكثه بالبيت. قصتي مع راجلي. شفت واحد النهار في الصيف اللي فات ميساج في الفيسبوك تاع وحده معمر بالحب، رحت بلوكيتها، ومن بعد شفت ميساج واحد اخر بعثته من لابيس. جبت الرقم وخبيته عندي وبلوكيت الفيس تاعها ورجيت رقمها. زدت ايام ولقيتها نحلها البلوك، قاعد يهدر معاها. والله يا اختي مريم واحد المره الصباح ننام فيه انه هز في يده البون تاع فليكسي، باهي فليكسي للبنات. جيت عنده نبكي ونحلل فيه باش يحبس واش راهو يدير ويتهلا في ولادو في دارو. والله غير في الليل خرج المنام هذاك لقيت ميساج بعثته هي تقول له يا حبي والله محتاجتهم ما تنساش تبعثهم. وهو رد عليها وقال لها اصبري برك نهز لي بريم وان شاء الله يكونوا عندك ما تتقلقيش. اهبلت. هو يخدم شاف سيرفيس في سوناتراك. راني كاريه، عيطت بكيت قلت له واش خصك؟ الدراهم اللي راح تبعثهم لها خبيهم نديروا بيهم الدار. قاعد يقول لي راني نجيب معاها في الوقت برك. قال لي والله ما نبعث لها. انا هبلني خلاص، طرطقت نعيط وولادي يشوفوا، ما حن فيهم ما حن فيا انا. من هذاك النهار ما تبدل ولا ينقص المصروف للدار ولولادو، حبسهم من الليكور. واحد المره عيطت للمراه هذه وتوسلت ليها باش تبعد عليه، قلت لها يا اختي على وجه ربي راح تخربي دار بعدي عليه. قالت لي غير هو اللي نديه. هنا تقولي لي وين راهم اهله؟ وراهم اهلك يا اختي؟ اهله من 4 سنين قطعت الاتصالات بيناتنا، ما نروحوا ليهم ما يجيو لينا، والسبه هو. حكايتها طويله وان شاء الله كاش نهار نحكيها لك. اما اهلي وين رايحه نرجع عندهم؟ عندي يمه مريضه وبابا مريض، عندي اختي مطلقه بطفله، واهلي زواليه. وين رايحه نرجع ب3؟ ما هدرت لحتى واحد، قعدت نحارب وحدي، بصح والله ما قدرت لها. واحد المره دخلت للفيسبوك تاعها ولقيتها دايره ستوري وهي كانت تحوس معاه بالطوموبيل. جهلت، بكيت، عيطت، وهو يحلف لي بلي ماشي هو. نسيت القصه وكملت حياتي معاه على جلد ولادي، وزيد كل ما نعيط نلقاه اون اتونت ونعيط لها ليها كيف يكوبيو في نفس الوقت. في رمضان عيطت لها قاعده ترخص فيا، تقول لي انتي اللي خانجه حاشا قدرك، راسي حبس شكون يعاير. انا اختي قد ما نحكي لك ما نحبسش، راح نختصر. غير البارح دا ولادو للبحر وانا والله من رمضان ما خرجت، ما ركبت في طوموبيلتو، خرجهم وداهم، وكي رجع هزت التليفون تاع ولدي نشوف كاش ما صور، لقيتو بعث لها ميساج ويحلل فيها. اني بعثت لك ميساج باش نهضر معاها. حبيباتي لي ميساج والفيديوهات وهاد الحوايج كامل اللي راهي بعثتهم لي، يعني شفت الشيء اللي صار بينها وبينو، الكتيبات وهذوك الحوايج اللي يقلقوا وينرفزوا. نكمل. والله للضرك ما قدرت نرقد، الافكار كامل تلفت لي، عندي بزاف هضره حابه نهضرها ونفرغ. اختي نصحيني واش ندير؟ انصحيني ربي يحفظك ويعطيك واش تتمنى، ربي بعد عليك الشر، عاونيني جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي واش راكي ديري. بعد ما بعثت لي الفوتوات زدت بعثت لي هذا الكلام.
هذا الميساج بعثته كي قلت لها تبعدي على راجلي، سينو الفوطو تاع ولدك وامك راهم عندي، انتي فهمي روحك. ربي يغفر لي، والله كنت حابه نخوفها باش تبعد برك، ما قصدي في والو. بعثت لي هي ميساج وقالت لي لو كان يصرى ليما ولا لولدي اي حاجه نجي لعندك ونجرجرك من شعرك. الميساج هذا شافو راجلي وقال لي بينك بينها. عييت، اقسم بالله العظيم غير عييت، قلت له نرقي وما حبش، على بالي ما عرفتش نعبر ولا حتى نحكي لك مليح. يا اختي ما عرفت واش راني ندير، والله غير قرام ذهب ما عندي، بعته كامل عليه وزدت درت الدين من عند بابا ويما، واحد 16 مليون، هو شهريته 13 مليون، لليوم ما قدر يردهم. يا اختي اقسم بالله العلي العظيم ما لقيت واش ندير. راجلي ما يشرب ما يدخن، ما هو نتاع سهرات، من الخدمه للدار وفي دقيقه تبدل. والله يخاف ربي وحنين ويصدق، لقيته حنين وعرفت كيفاه تديه. الطفله هذه بين 29 وال 31 سنه، وولدها قد ولدي 8 سنين. اختي مريم بغيت نصور لك الدار تاع شاف سيرفيس، شوفي كيفاش راني صابره. نطلب من المشتركات تاعك بالك بيناتهم وحده دعواتها مستجابه، يدعيو لي ويدعيو لراجلي ربي يهديه. ربي يحفظك، مديله نصيحه لراجلي ونخليه يسمعك، بالك يدير عقله ويبعد عليها ويرجع لولادو. عندي 24 ساعه ما قدرتش ناكل، هذا بين عيط لي قال لي قولي لباباك يجي يديك، اخرجي عليا. هذا وحنين ويصدق ويصلي ويعرف ربي، خليك لهيت على وجه ربي. واش راح نقول لكم؟ ما تحسوا راحت لي الهضره، ما تعرفوش قداش قلقتني هذه الكلمات اللي قالتهم هاد السيده. اولا علاه تعيطي لها، وعلاه ترخصي في روحك ليها، وعلاه تخليه يقارن بينك وبينها. وهذه الهضره قلتها لك في الخاص بيني وبينك. كيفاش هذه وحده طيحت له صاحبته، طيحت له مرته وام ولادو، ويقول لها بينك بينها؟ لا هذه ضرتي ماهيش ضرتي، انا راني باوراقي وانا راني في الحلال عند ربي، ما رانيش ندير في حاجه بالحرام، منيش صاحبتك باش تجي تقول لي كيف كيفها. شو هذا؟ كيفاش سمحتي لنفسك انك توازي بينك وبينها؟ كيفاش تعيطي لها تتوسلي لها وهي راهي خطافه الرجال، خطفت لك راجلك؟ ولو اني ما نحبش انا هاد الهضره وراح نسحبها، ماشي خطفت الرجال، هو اللي راح عندها، هي غراتو وراح عندها، لانه لو كان جا صح يخاف ربي وحنين ورحيم وعطوف كما كتهضري عليه، عمره ولا كان راح يخدعك، وعمره ولا كان راح يقدر يضرك اصلا. هذا راهو من هذوك تاع اللي عندهم دوبل فاس وحده يقابل بها الناس، وفاس وحده يدير بها واش بغا. شتو كي استفزتني بزاف، ما عرفتش نهضر، والله ما عرفت نهضر. صدقيني غير لمت عليك ولمت الشي اللي ما تصوريهش، خاطش على واه حطيتي روحك وقيمتك من قيمه وحده بنت شوارع. انتي راكي نظاميه، انتي راكي بدارك وبولادك، وراكي زوجتو عند ربي وعند النبي وعند القانون وعند الناس اجمعين. كيفاش انتي تخلي روحك تهضري مع وحده كيما هاك؟ كيفاش انتي تهزي التليفون وتهضري معاها وتترجيها وتتوسلي لها؟ علاه حطيتي روحك في هذا الموقف؟ وزيد هو نحاول نسحب كلامي شويه باش نعرف واش نقول. وزيد هو كيفاش هذه يقول لك بينك بينها؟ انا وحده صاحبتي سبت لي مرتي ام ولادتي اللي راهي نقابل بها قدام الناس، وحده في الخفاء، وحده اللي راني نجيب معاها في المعاصي. كيفاش تجي وتقول لي على مرتي، تسب لي مرتي وانا تجيني نورمال؟ هذا راجل؟ هذا انت تشوفي فيه حنون ومليح شبيكي؟ بدي نظرتك حبيبتي، هذا راهو اكبر ماكر واكبر خداع واكبر مافيا نتاع النفوس البشريه شفتو في حياتي. استغفر الله. كيف يعني كيف عطاه قلبه انه يقدر يضر مرأة حامل؟ وحده مسكينه ديجا راهي حامله، راهو اللي فيها كيفها، كيفاش هو يزيد يوازي بينها وبين وحده بنت الرود؟ كيفاش يقدر يخدع وتقولي لي راهو ناس ملاح؟
منين جاتو هاد الملاحه؟ انتي الناس ملاح وانتي اللي نيه ماشي هو. هذا شتي واش ديري له؟ هذا لو كان تلقي له فين كاع لقيه فيها كيما يقولوا. شتي واش ديري؟ هذا تجاهليه، ديريه شغل ما كانش دارك وما تخرجيش منها. يعيط لك في التليفون وما تهزيش، صمطيه، روحي شوفي كاش وحده هضري معاها اش 24، خليه يدخل في عقله، خليه يهبل، خليه يولي يشك كل الشكوك ويظن كل الظنون وما يهمكش فيه، لانه راح يقرا فيه غير الشيء اللي فيه. هزي التليفون هضري مع خواتاتك، هزي التليفون هضري مع صحاباتك، اتفرجي، ديري اي حاجه راكي باغيتها. شتي اي حاجه تحبيها ديريها، ما تشوفيلوش. شتي كي تتجاهليه وطيشيه موراكي وكان تشوفيه هكا جابها للدار ما تتحركيش. شتي ما يتحركش منك زغبه، لانه راح يدير اي حاجه وراح يضغط عليك هو وياها على قد ما يقدروا. مالا انتي كوني قدها ونعتي لهم باللي انا راني نقدر، انت راك درت اللي تبغي حتى انا راح ندير اللي نبغي، وانت اخي رحت ليها بمزاجك، مالا راح ترجع ليا بمزاجي انا ماشي بمزاجك انت. ماشي وقت ما تحب تروح ووقت ما تجي تقعد تحلف لي وتتمسكن لي كي الشيطان الرجيم. انت ثاني راكي مرا وانت ثاني راكي كيفها، بالعكس انت انقى واشرف منها. مالا ديري حبيبتي قيمه لروحك وطيشي عليك لهيك لابوبال، خليه هو وحده يفيق مع عمره، ونهار كامل نطيشي عليه ولادو. جيب لنا دير لنا خصينا هذيك ديري هك، ليسونسيال ما لازمش تخلي له في جيبو حق ما يروح ويديهولها. فهمتي؟ حاولي انك تمتصي له جيبو على قد ما تقدري، لانه الراجل كي يعود في جيبو ما كانش ما يقدرش يدور موراه، اما كي يعود جيبو معمر ثم وين يعود يشوف في التالفه وفي الناقصه وفي حاشاكم الخامجه وفيهم كل يعود يشوف فيهم. مالا طيشي عليك الزبل حبيبتي وعيشي حياتك، عيشي وحمك، عيشي الحمل تاعك بالشيء اللي يرضيك. تحبي حاجه قولي لولادك يروحوا يقولوا له جيبها، انت ما تهضري معاه ما تدوري بيه، هي ديريها في الرجوتي وخليه يعيط حتى يشبع. شتي كي يشبع من العياط او يولي ثما وين يبدا يتوسوس. انتي لقاك نهار كامل وانتي تندبي في وجهه، نهار كامل وانتي ياك رحت عندها، علاه قلت لها، هاني هضرت معاها، هاي واش قالت لي، علاه خرجت معاها، هاني شفت الستوري، هاني شفت هذه، هاني شفت هذيك، راكي حامل. هذا الشيء راهو يضرك يا مرا. مادام قررتي انك تحملي وواحد زيدي تجيبي الطفل رقم 4 لازم تجيبيه سليم على الاقل سوي، ما تجيبيش انسان مريض تزيدي تحصلي فيه القلقه راه يتخرجه لك مشوه. هذا راه مش كلامي، راه كلام الاطباء. هذا الطفل اللي راهو عايش في القلقه داخل في كرشك قادر يخرج لك متوحد. تقدري انت على طفل متوحد ما تقدريلوش، قادر يخرج لك معاق بنسب عاليه تاع الاعاقه. تقدري تعيشي لوحدك ما تقدريش تعيشي لوحدك. مالا اركزي وحداي، تنفسي، عيشي الكرش تاعك حتى رب العالمين ان شاء الله يخلصك على خير ان شاء الله وتولدي بخير، ومن بعد ديك الساعه تحزميلو نعتيلو ما لا نساوش يقدروا يديروا. ما تتحصليش كلش في هذيك الطفله، راهو راجلك عنده 80% من الدناءه فيه هو الاول، ومن بعد ال20 الباقيه تروح لها ليها هي لقات راجل يصرف عليها وعليها تقول لا، هي لقات راجل يصرف لها على ولدها، لقات راجل يهزها ويحطها وقت ما بغات، لانه هذا هو المستنقع اللي عايشه فيه، وهذا الشيء هو اللي يعجبها. اما هو اللي خلى العفاف وخلى الكمال ورايح للوسخ ورايح للعفن. ما نلومي زوجك ما تلوميهاش هي اكثر ما تلوميه هو. هي ما جاتوش للدار وسرقاته من الدار، هي ما جاتوش هي وعرضت نفسها عليه وزعما هو سي السيد شفاته كيما راكي تقولي حنين، وراه استغلت الحنيه تاعو ما استغلت حنيته ما والو. المهم حبيباتي كنت راح نكمل لكم القصه الرابعه، بصح اعتذر من صاحبتها، جا الفيديو طويل بزاف وانا هدرت بزاف وقلقت بزاف. على بالي بلي راني نلبز ما رانيش عارفه نهضر. هنا رايحه نخليكم غالياتي، استنوني ان شاء الله في فيديو جديد وقصص جديده غدوه باذن الله، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.